بيتجنن من الموقف وبيتوتر جدا ومش عارف يسدد من الزاوية الصعبة دي، والكل بينادي عليه يقول له يمرر، لكنه بيرفض وبيقول لا هو عايز يفوز بجون شخصي منه. بيقرر يسدد على طاير والكرة بتوصل له وبيفجر الجون بتسديدة مباشرة رهيبة. وأخيرا بعد عناء طويل الفريق زد بيفوز في آخر ثواني من الماتش بفضل تسديدة إيساجي، وبيخلص الاختبار الأول من مشروع بلولو. الفريق زد بيتأهل للمرحلة الثانية، وكل الفرق الثانية بتخرج ما عدا 3 لاعبين: بارو شو من فريق اكس، ونيكو ايكي من فريق واي، ونيما جونشي من فريق دبليو. بعد الفوز بيرجعوا المهاجع بياكلوا ويشربوا وبيستريحوا. تاني يوم ايجو بيكلمهم وبيقولهم انهم داخلين على مرحلة التكيف البدني قبل الانتقاء الثاني، وفعلا بيقضوا 10 ايام تدريب شاق جدا. بعدها ايجو بيطلب منهم يروحوا للابو المركزي، وهناك بيقابلوا الفرق الناجية من المباني تانية، لكنهم بيتفاجئوا ان كلهم في نفس المركز الاخير. ساعتها ايجو بيظهر لهم وبيقول الحقيقة الصادمة: مفيش اصلا مباني من 1 لحد 4، بل كله عبارة عن مبنى واحد، وكل اللي شافوه كان مجرد